السلام عليكم. شكرا كلام طيب اللي تخليو دايما فيديوهات. شكرا كثيرا كثيرا. درت هذا الياغورت وغادي نقول لكم الطريقه والمقادير هنا في الفيديو. راني قلت لكم فيديو اخر كيكون ما شاء الله تبارك الله لذيذ وعاقد مزيان. غير واحد ما عرفت شكون اللي كتب لي قالت لي علاش بحال زعفت ولا ما عرفت. انا راني عاودت لك هو غادي نتكلموا، ما كان مشكل تكلموا ياك نتكلمكم، ولا بغيتي تقولي لي وديري لي واحد اللايف دغيا ونسوليني ما كان مشكل. هذيك هي. مهم درت فيها هو غادي نعاود لكم زوج فانيل، 4 تاع المعالق تاع السكر، و 800 مليلتر تاع الحليب، في زوج دانون اللي عاقد مزيان. وهو كيكون ما شاء الله، يعني حتى نقول لكم هذاك الفيديو نيشان الشرح راه عندي هنايا، غادي نشرح لكم. هو تبارك الله كيكون ما شاء الله تبارك الله، كيكون عاقد ما شاء الله كما تشوفوا تبارك الله. ها هو. والحليب شريته من الفلاح، وتقدروا تشريوه حتى من سوبر مارشي ولكن من الثلاجه. الفلوس مثلا كيما تعرفوا نديروا الفلوس، ومن بعد صافي شحال بغينا مثلا 5 لتر ولا اذا فنديروا 5 ونديروا ستارت ونديروا هذيك البلاستيك اللي نتاع الفرن باش نعمروا الحليب. هو تبارك الله. اذا الحليب ملي نشريوه من المزرعه نتاع الابقار، فكي غادي نديرو غادي نديرو يا لتر يا 800 مليلتر. اذا فنغليوه، انا اللي نغليه انا من نجيبو نغليه، ناخذ منه شويه، نديرو شويه الياغورت او نديرو القهوه ولا واحد شويه، عاود نخليه في شي مخطرات في الكونجيلاتور فاش نديرو بالقهوه الا كان حنا بعيد علينا بزاف. اذا فهذا درت مثلا نقدروا نديرو انه لتر، نقدروا نديرو 800 مليلتر، ولكن نديرو فيه جوج ياغورت يغلى مزيان، ومن بعد ناخذو منه نخليوه يبرد. ملي نخليوه يبرد وشنو غادي نديرو له؟ غادي نديرو له وناخذو منه واحد شويه الحليب، ناخذو منه شويه الحليب ونديرو نخلطو جوج واحد ياغورت، جوج تاع دانون مثلا، وجوج تاع الساشي لا فاني، و4 تاع المعالق كبارات نتاع السكر. نخلطو كلشي مزيان مزيان، وملي يبرد هذا اذا فنضيفوه ليه. ها هو زوج ساشي نتاع هذا السكر فانيل، و4 تاع المعالق حتى 5 تاع المعالق نتاع السكر. اذا بغيتو سكر حلو تاع السكر هذا كندير لكم نوري لكم هذا السكر باش ما نساش، وزوج تاع العلب تاع الدانون. من بعد غادي نديرو داك الحليب هذاك لتر ولا كاع 800 مليلتر، انا كنت وزنتها قلت 800 مليلتر. اذا فهذاك الحليب نخلطو منه شويه، ناخذو منه شويه ونخلطو فيه جوج علبات نتاع دانون ياغورت، وجوج ساشي نتاع لافاني سكر فانيل، و4 تاع المعالق حتى 5 تاع المعالق تاع سكر فانيل صافي. ونفرغوه في هذاك الحليب، ومن بعد نفرغوهم كلشي في ديك اللي بغينا نديرو كيسان ولا هادو مثلا. هاد البارح درتو في هنايا، ايوا من بعد اليوم هكذا تبارك الله. ومن بعد صافي غادي نحميو الماء، نحميو الفران، من نحميو الفران نسخنوه، اذا نطفيوه نحطو فيه هادو، نديرو الماء حامي مزيان مزيان طايب في هذيك ديك المول، ديك الصينيه تكون غارقه شويه. ومن بعد صافي يطا ونسدو الباب، سدو الباب ونخليه تما ليله كامله. انايا كنت درت له 2 مرات هكذاك، فرغت فيه عليه الماء، عاود الماء حامي قبل ما ننعس، ومشيت صافي هكذا، مشيت سديت عليه الفران. وهكذا كيكون، وغدا ليه كيكون ما شاء الله تبارك الله عاقد ولذيذ تبارك الله. وهذاك النصيحه اللي ما يخرج لهاش، راه الا درتيه بالحليب تاع سوبر مارشي وصافي راه ما يخرجش، خاص ولا بد تاع الفلاح. وحتى الا مشيتي شريتيه من هذاك من سوبر مارشي، هو شتو كيكون تبارك الله الا شريتيه من سوبر مارشي ولكن من الثلاجه، فين يكون الحليب في الثلاجه، هذا كيكون مزيان. ونتاع المغرب ما كان مشكل، لان المغرب يمكن هكذا كان عندهم الحليب كلشي تاع الابقار. وهكذا كيكون ما شاء الله. هو كنبين لكم تبارك الله ما شاء الله. وشكرا للمشاهده. سلام.